السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معي في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم كيكة مذاق القهوة، كتجي لذيذة بزاف، كتجي خفيفة، كتجي معلكة كذلك، والمقادير يعني في متناول الجميع. كنتمنى هذا الفيديو ينال اعجابكم. ما تنساوش ديروا لايك الفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش يبقى يوصلكم كل جديد، وخليكم مع بقية الفيديو. بالنسبة للمقادير هي كالتالي: كنحتاجو 2 بيضات في حرارة المطبخ. الأحسن يكون البيض يعني البيضات يكونوا شوية كبار. هادي نضيف عليهم كيس واحد ديال السكر بنكهة الفانيليا. يمكن لكم يعني اللي متواجد عندكم، لا السائلة ولا هذا البودرة. غادي نضيف عليهم نص كاس ديال السكر، يعني كأس غير مملوء. وبالنسبة لكم يعني يمكن لكم تستعملوا الخلاط الكهربائي ولا الخلاط اليدوي. من بعد ما طحنت داك الخليط مزيان حتى تحصلت على واحد الخليط، يعني اللون ديالو تبدل وداك البيض طلع مزيان مع السكر. غادي نضيف عليهم كأس غير مملوء ديال الزيت. كنضيفوه تدريجيا وحنا كنخلطو. غنضيف كذلك كأس غير مملوء ديال الحليب. كنحاولوا يعني نحركوا داك المقادير كاع كلهم باش كينسجموا مع بعضياتهم. بالنسبه للقهوه انا زدت عليها واحد المعلقه صغيره قهوه سريعه الذوبان باش كتجينا واحد القهوه مركزه. ضفت على هذاك الخليط نص كاس ديال هي القهوه. وغادي نزيد عليها رشه ملح. انا غير نسيت ما ضفتهاش في الاول. بالنسبه للقهوه خصها تكون دافيه شي شويه. صافي غادي نخلط داك المكونات كلهم، ديك السوائل مع بعضياتهم حتى يعني ينسجموا مع بعضياتهم. عاد نبقى نضيف الدقيق. انايا ضفت هنايا 2 اكياس ديال الكاكاو المر. وبالنسبه اللي عنده يعني ما عندوش هاد الاكياس، يستعمل 2 معالق كبار ديال بودرة الكاكاو المر. نستعمل 2 ساشيات ديال خميرة الحلويات ما يعادل 16 غرام. وبالنسبة للدقيق استعملت 2 كيسان عنبة، واحد 4 كاس. وكيبقى الدقيق دائما على حسب الخليط، على حسب البيض، يعني على حسب شحال البيض واش كبير ولا صغير. كنحاولوا ندخلوا داك البيض مع الدقيق مع داك الخليط ديال السوائل. كندخلوه غير بشويه. من بعد ما دخلت داك الدقيق مع الخليط غادي نضيف 2 معالق صغار ديال الخل. هاد الخل كيعطينا واحد الكيك كيجينا خفيف. كندخل داك الكيك مزيان باش داك الخل مزيان باش كينسجم مع ديك الخميره ديال الحلويات باش كيتفاعل. وبالنسبه للخليط ديال الكيك ديما كنخليوه يكون ما خفيفش بزاف وما يكونش ثقيل. الا كان خفيف راه كيهبط لينا في الفران، ولا كان ثقيل كتجي الكيكه ثقيله حتى على الماكله كتجي شويه ما كتجيش بنينه. بالنسبه للمول درت معلقه ديال الدقيق
ومعلقه ديال الزيت وخلطتهم مع بعض ودهنت بهم المول. يمكن لكم تدهنوه بالزبده وترشوه بشويه ديال الدقيق. هنا فرغت الخليط ديال الكيك ودخلته الفران. فران سخون ولا بارد ماشي مشكله. دخلته على 150 درجه حتى طاب من التحت، عاد شعلت عليه من الفوق. درت له واحد يعني تقبته بشويه بالفورشيط، ودرت وسقيته بكاس ديال الحليب مع القهوه. يمكن لكم تسقيوه يعني غير بالحليب. غادي نخليه حتى يعني يشرب داك الخليط ديال القهوه والحليب، وغادي نمر باش نصايب الصلصه. بالنسبه للكيك ديما كنسقيوه هو سخون. الا كان الكيك سخون كنديرو داك السائل اللي غادي نسقيو به يكون بارد، والا كان الكيك بارد كداك السائل باش غادي نسقيو الكيك كيكون سخون. هنا استعملت 2 معالق شوكولا ديال الدهن، وضفت عليهم واحد الياغورت ديال الشوكولا. غادي نخفف هذيك الصلصه، غادي نخففها بشويه ديال الحليب مع القهوه. هاد الكيك اي حاجه كنديرو كيكون فيها القهوه باش تجي يعني يجي فيها المذاق يعني قوي ديال القهوه. راه كاين بعض المرات كنديرو شي كتذوقي شي كيك ديال القهوه يعني ما كيبانش فيه المذاق ديال القهوه. صافي انا من بعد ما ضفت تقريبا ديك 4 المعالق ديال ديك الحليب مع القهوه، حتى تحصلت على ديك الخفه اللي بغيت في الصلصه. ضفت عليها معلقه ديال الزيت. ديك الزيت كيعطينا واحد اللمعه لديك لاصوص. صافي كندخل داك الزيت مزيان، كنبقى كنحرك كل ما حركته كيعطي ديك اللمعه. كنضيف هذيك الصلصه فوق الكيك من بعد ما نشف وبرد مزيان. وهذه نوزعها كلها فوق يعني فوق الكيك بالتساوي. بالنسبه للتزيين يعني زينوا باش ما بغيتو يعني بالشوكولا، حبيبات الشوكولا ولا بالمكسرات. باش ما بغيتو تزينوا خليوها غير هكاك بالصلصه. انا هنا درت شويه ديال اللوز، شويه لوز محمر كونكاسي. وهذا هو الكيك ديالي من بعد يعني موجد. انا ضفت واحد الخطوط ديال الكراميل كيبقى اختياري وصافي. كيجي واحد الكيك في صراحه لذيذ ومذاق القهوه، وكيجي واحد التعليكه فيه رائعه. كنتمنى الفيديو ينال اعجابكم، ومع السلامه في فيديو اخر ان شاء الله.